السلام عليكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ تعالوا اتفرجوا معانا على غدانا النهارده. عندي كام قطعه همبرجر كده، عملت عليهم صينيه بطاطس جميله هتعجبكم، خفيفه وهتعجبكم جدا. زي ما انتم شايفين كده. دي الحاجات اللي هنستخدمها، يعني بطاطس بصوا مقطعاها ازاي، يعني ولا رفيعه ولا تخينه، يعني محمله بسيط قوي. اللهم صل على سيدنا محمد. نجيب صينيه كده ونبشر جزرايه. الجزر طبعا هيدي لون وهيدي طعم جميل جدا وقيمة غذائية كمان. هنبشر كمان طماطمية ونشيل منها، ننزع القشر بتاعها، يعني نبشرها كده بس طماطمية واحدة، يعني الصينية كلها بطماطمية واحدة. أنا مش عايزة صينية بطاطس عادية، أنا عايزاها حاجة تانية كده، حاجة طعمها جميل. بشرنا الطماطمية. قطع بقى البصلاية. اللهم صل على سيدنا محمد. اقطعها كده جوانح خفيفة جدا، يعني حاجة رقيقة كده جميلة. الفلفل بقى لو عايزاه حامي بتقطعيه حلقات، لو عايزاه مش حامي قوي بتخرميه كده بس يديكي طعم وريحة ويدي، يعني يدينا حرقان بسيط جدا. واحدة ماجي بتكسريها كده قبل ما تفتحيها علشان ما تنزلش قطع يعني. البهارات بتاعتنا بسيطة جدا، لأن ده ملح. لأن الهمبرجر اللي أنا هحطه يعني في كل حاجة احنا يعني أنا عاملاه معاكم على القناة. الفيديو بتاعها هتلاقوه بجد جميلة جدا وموفرة جدا، وكمان هي محطوط لها دهون وكده، فأنا مش بس أكمل لكم البهارات ملح وفلفل وواحدة ماجي، واللهم صل على سيدنا محمد، وبهارات لحمة وربع معلقة قرفة. انا بحب القرفه في الاكل جدا، بحبها في الحلويات وبحبها في الأكل، بحبها في كل حاجه. القرفه بجد بتدي طعم وريحه جميله، انا بحبها قوي يعني. نقلب بقى الخليط ده كله في بعضه كويس قوي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ننزل بقى بالبطاطس. كميه البطاطس طبعا حسب يعني حسب افراد الاسره اللي هياكلوا. انا حاطه تقريبا دوت يعني حوالي كيلو الا ربع. نقلب بقى الخليط مع البطاطس كويس. 3 معالق كده من الزيت. ما حبيتش احط سمنه، لان زي ما قلت لكم الهمبرجر اساسا محطوط له فيه دهون وكده، وكل ده هينزل على الصينيه فهيديها طعم جميل قوي. بس حد يقول لي همبرجر بيتعمل على صينيه؟ جربوا يا جماعه، مش تخسروا حاجه. يعني عارفين الواحد ما بقاش قوي بيحب الحاجات المقلية كتير، يعني فيا ريت نغير مثلا من طريقتنا كده ونجرب حاجة عجبتنا نعتمدها، حاجة ما عجبتناش يبقى خلاص. بس بجد ديت تحفة وخفيفة وجميلة جدا. اللهم صل على سيدنا محمد. انا هحط لها نص كوباية مية في الجنب كده، وبعدين مش هحط الهمبرجر دلوقتي، انا هسيبه لما البطاطس تاخد غلوة، عشان انا بحب بعد ما تاخد اول غلوة ارجع اقلبها تاني كويس قوي كده، علشان خاطر احس انها يعني شربت من البهارات اللي انا حطاها كلها. فلازم اديها غلوة الاول على النار، لازم عشان اقلبها. اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. غليت اهيت وقلبتها كويس قوي. نبدأ بقى نرص عليها الهمبرجر ونغطيها. هتستوي فوق البوتاجاز. حابه بعد كده تحطيها في الفرن حطيها في الفرن، مش حابه تحطيها في الفرن خلاص، هتبقى تحفه وهتعجبك جدا. طب بتستوي بقى الهمبرجر كده فوق الوش؟ بتستوي جدا، وبتنزل الحاجات اللي فيها دي بتنزل على البطاطس، بتوديها في حته تانية. شايفين رصتها كده؟ اغطي الصينيه واسيبها على البوتاجاز، واسيبها على نار كده هاديه، يعني دقيقتين كده على نار عاليه وبعدين على نار هاديه. زي ما انتوا شايفين استوت جدا جدا، بقت تحفه، والصينيه كلها استوت. ودوقوها وبألف هنا وشفا، وتصبحوا على خير.